تعالي اديكي شوية معلومات عن تخزين البسلة هتنفعك اوي وخصوصا في الموسم بتاعها اليومين دول. عايزة اقولك ان من ساعة ما اتعلمت الطريقة دي وهي بتطلع معايا زي العسل، مسكرة جدا وفي نفس الوقت ما بتجلدش معايا وقت ما بطلعها من الفريزر واطبخها في اي وقت. وكمان في حاجات تجنبتها هعملها من بعد ما عرفت الطريقة الصح بتاعتها. عايزة اقولك ان اليومين دول الموسم بتاعها اللهم بارك بكمية كبيرة جدا في السوق. انا بصراحة جبتها لما كانت ب22 جنيه، دلوقتي قلت قوي بقت تقريبا ب15 جنيه، ال2 كيلو ب30، يعني مفيش ارخص من كده. تخزني في الوقت ده بصراحة بتبقى جميلة ومسكرة وطعمها حلو. يلا تعالي نصلي على النبي كده علشان تحل بركة رسول الله في الفيديو وناخد كلنا حسنات من اوله. وما تنسيش تحطي اللايك. عايزة اقولك ان في بداية الموسم بتاع البسلة بتبقى مسكرة كده وحلوة، وكمان بيبقى خضرها حلو جدا. انا بصراحة جبت على مرتين وللأسف كنت حطاها في التلاجة، ابتدت تصفر شوية القشرة من بره، لكن من جوه خضرها حلو قوي زي ما انتوا شايفين. جبت طبعا 6 كيلو من البسلة بس في بداية الموسم، وطبعا بعد ما ابتديت لأ لقيتها رخصت فجبت منها تاني. 6 كيلو من البسلة ابتديت افصصهم كده زي ما انتوا شايفين. وتاخدي بالك وقت ما بتروحي تشتريها لازم تشتريها مليانة كده وتدوقيها لو مسكرة او زرعتها مسكرة، فكملي بقى تخزين منها. لو حسيتي ان هي مسخة وطعمها مش حلو اكيد مش بتبقى حلوة قوي وقت ما بتطبخيها. فصصتها كده 6 كيلو وركنتهم اللهم بارك كلها حية كده، والحبوب بتاعتها مليانة ما فيهاش بسلة ميتة كتير، وفي نفس الوقت مسكرة وطعمها زي العسل. طبعا على ال6 كيلو جبت عليهم كيلو وربع من الجزر، وطبعا على حسب بقى ما انتي بتستخدمي. غسلت الجزر كويس جدا وابتديت اقطعه كده مكعبات صغيرة علشان خاطر اخزنه طبعا مع البسلة يبقى سهل، لان الجزر مش في كل المواسم او مش في كل شهور السنة بيبقى موجود. قطعت الكمية كلها وحطيتها على البسلة علشان خاطر طبعا وقت ما هبتدي بقى اسلقه كله مع بعضه وكله ياخد نفس السوا. خلصت هنا الكمية كلها وعملت على ال6 كيلو بطاطساية واحدة بس. طب ليه؟ طب يعني في ناس بتحب البطاطس كتير، ممكن في الوقت ده تبقوا تعملوا البطاطس او كمية البطاطس اللي انتوا حابينها، بس انا عملت بطاطساية واحدة على الكمية دي علشان خاطر اصلا لما البطاطس بتتحط في الفريزر بتسود، وكمان ما بتاخدش الغلوة التمام اللي يخليها تفضل بلونها. فانا تحسبا ممكن في الوقت ده ما يبقاش عندي مثلا بطاطس وابقى مستعجلة فاطلع على طول الطبق واعمله. عملت بطاطساية واحدة حجمها كبير على ال6 كيلو بس عشان تديني طعم وشكل البطاطس وقت ما اطبخها. طبعا جبت هنا كمية تلج ملهاش حصر ولا عدد، لاني انا هعمل كمية كبيرة من البسلة. حطيتها كده في طبق ونزلت عليها بشرايح الليمون، وحاولت كده يعني ادعك الشرايح دي كويس كده في المية علشان خاطر تنزل المية بتاعت الليمون، وركنتها كده على جنب. حلة كمان على النار نزلت فيها بمعلقة ملح و3 معالق كبار من السكر، وخليتها تغلي كده، وكمان نزلت عليها بشرايح ليمون. نزلت بكمية البسلة بالجزر بالبطاطس يدوبها اخدت تسخينة كده قد بالظبط دقيقة ونص في المية بمصفى كده، حاجة بسيطة يدوب يعني اللي هو تشم ريحة النار وتبتدي تدخل في مرحلة السلق. وابتديت بقى اخدها على طول بنفس المصفى احطها في المية بالتلج اللي احنا عملناها. طب ايه لازمة الخطوة دي؟ لازمة الخطوة دي بتخلي البسلة بتاعتي بتاخد صدمة ما تغيرش لونها خالص، وفي نفس الوقت تاخد سلقة كده محترمة وقت ما تطلعيها في وقت ما هتطبخيها من الفريزر تطلعيها مش هتبقى مجلدة معاكي خالص، لانها يعتبر اخدت حاجة بسيطة من السوا. ابتديت على طول اطلعها بعد ما اخدت صدمة في المية بتلج. حطيتها على فوطة كده ونشفتها كويس جدا وحاولت كده ما يبقاش فيها ولا نقطة مية علشان ما تعملش معايا تلج في الفريزر. وجبت بقى الاطباق بتاعتي وحطيتها. ممكن تستغني على البطاطس خالص مفيش فيها اي مشكلة. ممكن تعملي بسلة بس وتخلي وقت الجزر طبعا لوقت ما هتطبخيها براحتك خالص، بس الجزر مش طول السنة بيبقى موجود.
ابتديت اعبي الكمية بتاعتي دي، جات بالظبط 5 اطباق من الاطباق اللي انتي شايفاها، على قد اكلتي كده او على قد غدايا في اي يوم هطلعها فيه. ابتديت اخزنها بالشكل ده. طبعا انا كمان سبت كيس كده بسيط لو هعمل رز بالبسلة ولا حاجة، رز بالخضار بيبقى حلو جدا جدا، وكمان مطعم كده بقطع بسيطة من الجزر. كمان غلفتها بستريتش ودخلتها على طول الفريزر وهي ساقعة، يعتبر واخدة اللون الحلو جدا، مغيرتش لونها نهائي. السكر بتبقى يعتبر مادة حافظة للخضار اللي انتوا شايفينه ده، وبتطلعوها من الفريزر كأنكم حرفيا مش مخزنينها، كأنها حاجة طازة. شكله يفرح قوي، وعايزة اقولك لو جربتي الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها ابدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.